بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم بدي أجاوب إن شاء الله على درس لأحد المشايخ، وهو بالأخص الشيخ عبد الستار الشامي. تكلم: هل أقرأ سورة البقرة مرة أو 4 مرات يوميا أفضل أم أختم القرآن؟ وحكم قول المقايضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. سؤال الذي يطرح نفسه: هل عندما أخذت سورة البقرة أنا 4 مرات هل كان في ذهني أن أبلغ آية، أم كان هناك لربما تدبير إلهي؟ هل عندما أخذت الاستغفار 30,000 مرة كان من باب أن أبلغ آية، أم كان في عندي مشكلة أريد أن أحلها؟ وبحثت عند كل المشايخ فلم أجد الحل. نعم، تتبعنا مشايخ كثر وقرأنا قصص كثيرة، مش قصص يعني نبحث عن الحل. ما هو الحل؟ الحل لماذا؟ فطبعا أنا إذا بدي أختلف مع الشيخ عبد الستار الشامي في الفكر الذي يطرحه بهذا الموضوع. أنا لست عالم ولست شيخ، ولكني عشت آيات. عشت آية الاستغفار، عشت آية الصلاة على رسول الله، عشت آية سورة البقرة: اقرأوا البقرة. نعم، ولكن معي قصص، معي حفظ لكتاب الله سيدلو بدلوهم. نسمع ماذا يقولوا. هم حفظ لكتاب الله، حافظ كتاب الله يردد كل يوم يقرأ كتاب الله، صح؟ يعني عندما تسمع هل أقرأ سورة البقرة لوحدها أم أقرأ المصحف كله؟ يعني مفهوم ضمنا إنه أجمل إنك تقرأ سورة، يعني تختم القرآن وأن تحفظه أفضل وأفضل. هذا المفهوم الذي تعلمنا، وأنا لا أقول لا تفعل ذلك، لكن أقول أنك عندما تتخصص في آية فتلزمها. عندما تتخصص في آية فتلزمها. في الماضي هو تكلم عن سورة الواقعة. أنا أخذت سورة الواقعة في الماضي من باب أنه الواقع اتقي الفاقة. أخذت سورة الواقعة يوميا مرة واحدة، ما أخذت 7 ولا 6 ولا 4، مرة واحدة. طبعا الحسنات في حسنات، لكن الحديث ضعيف فيها. أنا ما لم تؤتي أكلها معي، وأخذت سورة ياسين معها. وسورة ياسين أظن أن الحديث موضوع. سورة ياسين لما قرأت له، وقرأت سورة ياسين ليحل مشاكلي. شو المشاكل؟ مشاكلي أني أنا تجارتي دائما معطلة، أموري مش ميسرة. مع العلم أني كنت أفضل، يعني عندما أفتح متجر يعني يكون أفضل وأكبر متجر في المنطقة. والله كان عندي ملابس، أكبر محل ملابس في البلد. كان عندي محل حلو، أكبر محل حلو في البلد. يعني أكبر وعملته أرقى كمان، مش إنه يعني كيف بيقولوها روابش. لكن فكرت إن التجارة شطارة، ولكنها ما كانت تزبط. سألنا وسألنا وذهبنا إلى رقاة، وما تركنا يعني راقي، وما سألنا يعني سؤال إلا سألنا، فما كان في حل. نعم، ما كان في حل. خلاصة الكلام للناس البسيطة، خلاصة الكلام
للناس الذين عاشوا الآية. ماذا وجدت أنا؟ يعني سبحان الله، من فطنة الإمام أحمد مع هذا الخباز الذي آواه وسمعه يستغفر كل اليوم كل الليل كل اليوم كل الليل يستغفر، يعني عذرا يعني كل الوقت الذي كان موجود فيه الإمام أحمد عنده. قال له: عجبا لك يا رجل، أو وجدت من هذا شيء؟ قال: والله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. السؤال: الشيخ، بدي أسأل الشيخ، أنا بنسى أسامي صراحة، الشيخ عبد الستار، يعني أو وجدت مما تعلمت شيء؟ يعني هل تسأل الله ويستجيب؟ طب لماذا الأمة في ذيل الأمم وأنتم أصحاب المنابر وأصحاب العلم وأصحاب هذا، لماذا الأمة في ذيل الأمم؟ لا تقل لي إننا تحت البلاء والربا والعري والتكشف والزنا والغناء والطرب وقطيعة الأرحام تفشت فينا، حدث ولا حرج على أمة الإسلام. لماذا إذا كنتم تعلمون إنه قراءة القرآن يوميا ستخرجنا من دائرة الفقر والذل والهوان وسنهتدي سبيل، لماذا لم تبينوا هذا للناس؟ لازم أفهم أنا شيء، موضوع واحد، يعني طبعا أنا لا أتعالى بعلمي، لكن هذا أسلوب، يعني أنا أسلوب بتبين يعني ماذا وجدت. طبعا أنا بحثت ما تركت. أنا قمت ليل وأنا صمت اثنين وخميس. طبعا أنا حج بال2007 حجيت، وأنا اعتمرت مرتين كمان قبل ال2007، إن شاء الله بعيدها ونرجع كمان مرة. صيام اثنين وخميس، صدقات، قيام ليل، تسبيحات، يعني لسان لا يفطر إن شاء الله، صلاة بجوف الليل، صلاة يعني ما بين الفجر والشروق، جلوس ما بين الفجر والشروق. ليش؟ ما لبحث عن خلاصي، ما لبحث أنا عن خلاصي. كيف السبيل إني أخلص من إني أنا لا أتقدم؟ أنا واقف مكاني وعمال أزداد دين 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 دين، وأنا عندي أفضل متجر والله. تعرف هذا المكان الذي أنا أجلس فيه كان عندي أكبر دكان ملابس فيه، نعم والله، كان فيه بس عشان نفهمك 1000 بنطلون جينز، 1000، هذا بس الجينز. فكان أكبر محل والله في أيام العيد، لا أريد أن أبالغ يعني، بس عشان أحولها للدولار، في ليلة عيد وحدي من عيد الفطر أو الأضحى أظن، لا الفطر، تذكرت الفطر لأنه بتعرف التكبيري مثل العيد مش العيد، يعني 20 تقريبا بعت في هذه الليلة 17,000 دولار، وانت بتحكي على قبل 20 تقريبا 20 أكثر من 20-25 سنة للخلف. نعم بعت في ليلة واحدة أكثر من 17,000 دولار، وكان وجهي يعني يقطر السم. ليش؟ لأنا بعرف بعد العيد قديش في علي دفع، الأمور ما اصطلحت. ليش؟ طب أنا بتقرب إلى الله، أنا كنت أعد إني ملتزم، أنا ما بقول عن حالي حافظ لكتاب الله، كان عندي ورد، يعني كمان مرة ما كان ما كان إني أنا شيخ ولا عمال أحفظ كتاب الله، لا، أنا عندي يعني سورة الواقعة مثلا كنت محافظ عليها، سورة ياسين كنت محافظ عليها، في بعض السور، ومرات يعني هيك بعد نحكي الكلام الصح، وهذا معظم المسلمين يعني هكذا. يعني انت بتعطيني تقول لي انه افضل اني اقرا، انا كل يوم عندي ورد مثلا كل يوم، لكن اذا انا كنت اقرا في اليوم آية غلط، جميل غلط، ولكني ما كان في حافز اني اقرا اكثر، وكنت اسال الله يا رب ان شاء الله تاتي الايام الجميله ونقرا اكثر. طبعا في انتكاسات، التجاره الى الخلف سر، غيرنا التجاره،
انتقلنا من تجارة لتجارة، ما بدلنا تجارة، وما بدلنا تجارة إلا التجارة اللي خلفها كانت أسوأ، وكنت أمول هذه التجارات من عقارات أبيحة صراحة عشان نبين. نقلنا أماكن تجارات، نقلنا المكان من مكان لمكان، من مكان لمكان، عسى أنه المكان فيه شيء. على الحال نسير، نفس الحال إلى الخلف سر، حتى جاء اليوم. يعني هذا احنا بنتكلم لسه على باب التجارة. حتى جاء اليوم الذي أحد أفراد بيتي يعني كان عنده سحر تعطيل، فعرفت لحظة قبل يعني أنا كنت بعت عقار في السنة، نفس السنة، أساس أسد الدين اللي على المتجر تبعي وأبني بيت لأولادي. بعت $100,000 عقار. هذا المبلغ تبخر، وجاء على هذا المبلغ السحر، خبر السحر، وكأنه صار الهم همين، ويلي الديون، ويلي بدي أعمر للأولاد، يعني ابني بيت للأولاد، ويلي يعني ويلي احنا بنقول يعني همي، هكذا مقصود، بنقول ويلي يعني همي، يعني أولويات، بدي أبني بيت للأولاد، بدي أقضي ديني، وبدي السحر الذي جاءني هذا كسر ظهري. عرفت ان الله جل في علاه وكان بقول لي انت خلص بطل ينفع معك اي شيء، تعطل كل شيء امامي، خلاص. انا عندما حدث هذا ما حدث، خلاص اخذت الصلاة في محمل الجد بتكبيرة الاحرام الاولى كلياتها 6 اشهر، لزمت الاستغفار. طبعا ما كنت في الاستغفار، لزمت اول شيء الصلاة، لزمت الصلاة. والواحد بيبحث، لابد انه يبحث كيف ممكن واحد يقضي دين، يبطل سحر، هكذا. فوصلت الى الاستغفار، وسمعت قصة عبد الرحمن اللحياني مع الاستغفار، والشاب الذي قال له والله ما سألت الله بشيء الا اعطاني اياه، وعلم الناس الاستغفار. وقصة الامام احمد مع الخباز. وكانت كمان في قصة في كلية البترول بتكتبها بال 2015، كانت هذه القصة لشاب يعني أصبح مليونير بالاستغفار. أنا بدي أقضي الدين، وأنا بدي أبطل السحر، يعني أنا بدي استجابة الدعاء، والله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. فالله ساق لي الاستغفار، وتكشفت لي قصة الإمام أحمد ما هو العدد يعني، وكان لزمت الاستغفار كم 10 100، ما نحن ما كناش نعرف غير 3 استغفارات بعد الصلاة ولا نفعلها عدة. المهم وصلنا، تحقق لي ان الله بعد ذلك، يعني بعد القصة معروفة، يعني مكتوبة عندي موجودة 850 درس عن الاستغفار، نتكلم عن الاستغفار وعظمة الاستغفار، وماذا غير الله بأحوالنا في الاستغفار، كيف الله قضى عني دين $80,000 وأبطل عني السحر بالاستغفار، وشفاني من البروستات، وشفاني في عيون، وشفاني في تبعات كورونا، وتغيرت أمور كثيرة جدا، وفتح الله لي أرزاق جديدة من حيث لا أحتسب، عمل أهون، وكل هذا. المهم هذا الاستغفار احنا خلينا نكون متفقين عليه، بس انت مش بدكاش تحدد ورد. انا ما حددت ورد، انا سمعت قصة طبقتها، ما كنت اعرف انه انتم بتقولوا تحديد اوراد. انتهت هذا الموضوع الاستغفار وبيناه. الان هذا تطبيقي، انا عشت الاستغفار بايامهم بلياليل، فقضى الله عني دين اكثر من $80,000 من حيث لا احتسب، علما اني كنت قد بعت عقار قبل $100,000 وتبخر، لكني تبت الى الله ولزمت الاستغفار وبديت الصلاة. فكان صلاتي بتكبيرة الإحرام الأولى، والصدقات، والقيام الليل، وكل هذا. نعم، هذا كله فعلته بتوبة صادقة مع الله. 28/9 انتهى موضوع 2015، وصلنا 28/9 2019. لا عذرا، نرجع للمقايضة. المقايضة يعني أنا سميت لسورة البقرة 4 أقفال، بدكاش تسميها أقفال، سميها مراحل. أقفال لأنها مراحل صعبة، تكسر الأقفال عشان تصل إلى المراحل. مش بيعجبك بلاش سميها شو بدك أنت.
المقايضة هي أنا أعمل عمل صالح وأسأل الله يا رب إن كان هذا معجبك، يعني هذا يا رب أنت تقبله هذا العمل وهو خالص لوجهك الكريم، فأعطيني هذا مفهوم مليح. والله قبلهم، والله حققه، مش مرة، مش مرتين، ومش 10، في أمور يعني الله أكبر. الله من وراء القصد. فإذا أنا بدي أقول لك أنا ببيع لله سلعة، إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فأنت بدك تقول لي كيف شرى وما شراش، أنا بديش أفوت على هذا الموضوع، أنا ما بدي أفوت على هذا الموضوع إن الله يشتري ولا لا يشتري، لكن أنا بدي أفوت على موضوع إني أنا أقبلت على الله بعمل، وكان هذا يعني أنا كنت أستغفر وأعمل كل هذا، يعني أنا كنت صوت بدأت بال 2015 لازلنا أنا كيف أبطل السحر بالمقايضة التي تسميها أنت التوسل، ولربما هي التسمية الصحيحة ممكن تكون التوسل. مش أنا مصر إنه هذا مصطلح أنا اختلقته وقدسته، لا، أنا سميتها مقايضة وعرفتها مقايضة، بينت للناس مقايضة وعملوا بها مقايضة ووجدوا ما وجدوا الذين وجدوا بالمقايضة. لكن متى نجد في المقايضة هذه التي توسل يا أخي، توسل، وإذا الأقفال بتسميها أنت مراحل، لكن المراحل تختلف أخي الكريم. فالتوسل هذا أو المقايضة، أنا عملت عمل طبقت العمل الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار، ونحن كنا ثلاث أشخاص، أكثر 3 أشخاص تأذوا من هذا السحر. قلت لكل واحد منهم فليذهب ويعمل عمل صالح بينه وبين الله، وكل واحد يسأل الله إنه يبطل هذا السحر. والله الشيء يعني يمكن نفس اليوم بالليل أبطل السحر، نفس اليوم عملت المقايضة أو التوسل اللي بتسميه توسل. أنا مش مصر إني أقول كلام والعياذ بالله إذا بدك تسميه، لكنه قبله الله. فأنت بتشد أكثر من اللازم، بس أنا بدي أفهمك أنت بتشد على الأمة أكثر من اللازم، والموضوع ما بيستاهل، الموضوع ما بيستاهل. موضوع انه غسل ايديك فانت توضيت، بدك تفوت على الماء الراكد ومش راكد وكلام من هالشكل، والناس ما بتفهموا هذا الكلام. بين لي اياه، تبسط لي اياه، روح اعمل عمل صالح ثم اسال فيه. فانا اختصارا للكلام كله هذا مقايضة، بينا شو هي المقايضة. جميل. فكان من المقايضة ما كان، وعندي قصص جميلة جدا عن المقايضة والحمد لله رب العالمين، وبدأ شرح وهذا يطول المقام هنا. طيب هسه احنا وصلنا لسورة البقرة 4 مرات، لما عندنا قصص لحفظت لكتاب الله. يعني أنا أعتذر عشان تتكلم وتبين، ما بينفع إنك أنت تيجي تنتقد 4 مرات سورة البقرة، مع إن مليون، كم من مليون حافظ لكتاب الله. طبعا حافظ لكتاب الله كل يوم بيردد، كل يوم بيقرأ لربما 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء. لكن أين أخلاق المسلمين؟ لكن أين استجابة الدعاء؟ حفظت كتاب الله، لكن أين حفظت كتاب الله من الأمة؟ كل واحد يحفظ كتاب الله لنفسه. تعرف، بقول لك بس تعرف، يعني الحمد لله رب العالمين في معاي من كبار معلمي الأزهر يشكو همهم، من كبار معلمي الأزهر، أشهد الله أنه هذا ما وضح على نفسه وطلب طلب معين، مش مهم شو طلب. عندي حفظ لكتاب الله، لكن القصص طويلة شوي، يعني أعتذر طول الدرس عشان أبين، يعني بدك تبين إنه حفظت كتاب الله، ماذا قال، ماذا دونوا حفظت كتاب الله. وأنا أطلب من حفظة كتاب الله الذين عاشوا الاستغفار وعاشوا سورة البقرة فليكتبوا ماذا وجدوا من سورة البقرة، ما لم يجدوه في كتاب الله. مش معناها لا تقرأ كتاب الله. وأنا لما قلت 4 مرات سورة البقرة ما قلت لك ما تقرأ سورة كتاب الله، أنا قلت لك هاي فترة زمنية عمي، إحنا ما كناش نقرأ ولا شيء، احنا ما كناش نقرأ، مش احنا تركنا كتاب الله، كان متروك. وصلت؟ كنت اقرأ اقسم بالله آية، مرت فترة كنت اقرأ وانتكاسي
وصرت أقرأ آية، أفتح كتاب الله بديش أهجره هكذا هيك، أنا ما بدي أهجره، وكل ما أقرأ الآية وحدي ما في همي. ما هو الذنوب تثقل الإنسان عن الطاعة، صح ولا لا؟ فلا بلاش يعني نتفنن بالكلام المنمق الذي لا يطبق. خلينا نطبق الذي يطبق، مش نتفنن في كلام لا يطبق. ما فيش إن الأم لا تقرأ كل يوم جزئين ولا جزء، الأم لا تقرأ كل يوم جزئين ولا جزء، لربما واحد يعني بال3000 يمكن واحد بيقرأ جزء من أمة الإسلام. إذا عندكم أكثر عندنا أقل، عندهم أكثر عندنا أقل، هكذا. وحتى لو قرأنا، الموضوع مش عد حسنات. الموضوع أول إشي أصلا عن معرفة الله. نحن لا نعرف الله، وموضوع سورة البقرة فيه معرفة الله. ولهذا لدبين إن سورة البقرة فيها معرفة الله، وفيها التفنن في طاعة الله، وفيها فهم ليش أنا أبطل حاسد، أو ليش أنا بعرفش أعمل شيء. ولكنها من أفعال سورة البقرة التي تعيب على الناس إذا تقرأها 4 مرات. ما هو أنا مش يعني هو في شيء صدفي عند الله؟ والله ما في صدفي. لا نزكي أنفسنا والله ولا بحرف، لكن إذا أنا ما بدي أبين، فكيف بدك تفهم أنت علي؟ كيف بدك تتبنى الكلام اللي أنا بقوله؟ يعني عندما تبلغ آية، كيف بدك تبلغ آية؟ يعني هو حديث، آية حديث لرسول الله، الاستغفار، سورة البقرة، الواقعة مثلا. إذا في حديث صحيح نروح على الصحاح، أهم شيء نروح على الوعود عشان نقطف الثمار. ونكرر، ولا مرة واحدة؟ مش أنت قلت إنك تقرأ سورة الواقعة 7 مرات؟ لا ما سمعتش صراحة، انقطع الخط الكلام، ما فهمتش شو وجدت من هذا الشيء. أنا من الواقعة مرة واحدة لم أجد شيء لسنين، من سورة الياسين لسنين لم أجد شيء. طبعا هي حسنات تقرأ قرآن، وهذا الذي قادني إلى سورة البقرة. ليش؟ لأني سمعت حديث لرسول الله، يعني شاب عنده درس 5 دقائق فقط، 5 دقائق، والله يعني كنت كذا وكذا والحمد لله بركي وهكذا، والشغل رجع لي وكنت معطل والحمد لله. سمعت الحديث أول مرة بسمعه، اقرأوا البقرة فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطلة. في هذا الوقت أنا كنت أقرأ آية وأدور على الآية، يعني مش سورة قصيرة، يعني تعرف أفتح المصحف هكذا أينما هو، ويعني يمكن 2 3 بس عشان أبين. بهذا الوقت كان وقت يعني سيء جدا، كان في عندي انتكاسي من 2015 ل 28/9/2019. يعني كنت أصلي وأصوم وكل أموري طيبة وأنا ملتزم، أنا بالعد طيب عشان أبين. أو بديش أعمل حالي إيش أنا بالليل وبالنهار أقرأ كتاب الله عشان تعرف شو بتعمل سورة البقرة. فكنت أقرأ آية وأغلق المصحف، قل يا رب اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلوبنا وربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يعني ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم إن شاء الله تيجي أيام جميلة ونقرأ يعني كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار، إن شاء الله تأتي أيام جميلة. لربما هذا الإشي مد 2 3 4 وأنا على هذا الحال، فقط بدي أفتح كتاب الله. يعني والله كنت إذا نمت يعني أنا نايم، يعني أفيق من النوم لأني نسيت أفتح كتاب الله. مفهوم؟ هذا قبل البقرة مباشرة، هذا قبل ما أخذ سورة البقرة مباشرة. وجاءت هذا القصة على البقرة ب 28/9/2019. سمعت هذا الحديث، تأكدت إنه حديث صحيح، عشان ما يصيبنيش إلا صابني في الواقعة وفي سورة ياسين. سورة الواقعة وسورة ياسين ما هي أحاديث صحيحة، مش أحاديث صحيحة. المهم بدأت أقرأ سورة البقرة، أول يوم مرة، ثاني يوم 4 مرات، منين هكذا، ما حدا قال لي شيء.
فبدأت أزيد وأزيد، يعني أربعة كان معي يعني وقت أنا جالس في متجر عمال أزيد. طيب أنا ماذا وجدت؟ في سقطات عايشة معانا سنين يا جماعة، سنين سنين سنين. أنت بتحكي على 30 سنة سقطات تنمحي منك بمجرد أنك بدأت تقرأ سورة البقرة وتكثر منها. لا لربما يعني أسابيع بدأ شغف يذهب، أولويات تتبدل، فكرك يتغير. أنا كنت أتكلم مع الناس يعني وكأنه همس، والله كأنه همس. بدأ صوتي يرتفع، والله الذي لا إله إلا هو أنا أشهد شهادة أمام الله إن هذا الكلام حق، كل كلمة أنا مسؤول عنها أمام الله. أنا كنت يعني وكأني خجول، يعني ما بدي حدا يسمعني. بدأ صوتي يرتفع، بدأت يعني أشعر في يعني في ثقة بالنفس، في يعني في هذا. وكأن الرهاب هو مش رهاب، يعني هيك بتضلك منطوي، مش منطوي يعني مش عارف ابين لك اياها، مش عارف ابين لك اياها اني انا يعني وكنت لازم ممنوع حدا يسمع شو بحكي. فبدأت اتكلم وكلامي يقنع ويسمع، والذي يسمع يعني ينصت. لكن انا واجهت، طبعا انا خلصت مراحل سورة البقرة بأقفالها الأربعة، يعني هي مراحلها الأربعة، بعد أن سمعت لي شخص يعني قد اجتاز قراءة سورة البقرة 1000 مرة. فهو كأن الله جل في علاه ما سأل الله بشيء إلا ويعني كنس كل من عادى هذا الشخص، كنس الله له كل من عاداه. يعني شو كنس؟ يعني إذا اليوم أنت مخاصمني فالله أزاحك من وجهي. في ناس تبحث عن الكلمة وبتوقعنا بالكلمة، وكأنه موضوعنا الكلمة، موضوعنا أمي ضاعت في ذيل الأمم، كيف بدنا نخلص؟ انتهى الموضوع. جيب لي من الآخر. عندنا حفظ لكتاب الله، عندنا أوراد، عندنا أذكار، عندنا مدارس قرآن، عندنا كليات شريعة، عندنا كل شيء. عندنا ناس مديونة ما انتقلت إلى الطاقة، انتقلت مهمومة مغمومة مكروبة مذلولة، لا تستطيع أن تدخل قارورة ماء لغزة. وبالآخر اقرأ كذا وافعل كذا وافعل كذا، وما تغير حالنا بالشيء. ونحن عملنا هذا، عملناه. أنا عملته هذا كله. كل اللي بتتكلموا عنه اسمه تنظير، عندما تطبق ستجد شيء آخر. عندما تقول، طبعا أنا لو واحد سألني وأنا بعرفش، لو أنا بعرفش يعني ما جربت، لكن عندما تسمع يا أخي مئات القصص ما بتغير فيك شيء. لما أنت تسمع مئات القصص عن قراء سورة البقرة، عندما عندنا أختنا أم رفيدة هي مشرفة على الجروب، لما قرأت سورة البقرة من 2006 إلى يومنا هذا لقبل 3 أشهر كانت تقرأها مرة واحدة في اليوم. عندما أخذتها 4 مرات في اليوم انقلبت الأمور. ليش؟ أنت تتخصص، مش تتخصص يا أخي في علمك الشرعي وبتتخصص في الطب وتتخصص في الهندسة. ليش ما تتخصص في سورة البقرة؟ من باب إنك أنت اقرأوا البقرة حتى تعرف شو فيها سورة البقرة، وتخرج للناس وتدلني شو ممكن تساعدني سورة البقرة في حياتي اليومية. طيب والفضل كله لله، والفضل كله لله وليس لإحجازي شيء فيه. طب ما في آلاف بل عشرات الآلاف تغيرت أحوالهم، إلا أنت مش قادر تغير أحوالهم. بل أنت اليوم عمال توقف حجر عثرة من باب التنظير. هل كانت هذه الذنوب موجودة في أسلافنا؟ هل كان هذا الموبايل موجود إنك أنت في الليل والنهار، حتى الشيخ إلا من رحم الله يقع في الإباحيات؟ ما كان موجود، ما كان موجود. هذا موجود، هذا جديد، هذا علينا الدخيل. يعني الموضوع كبير. الموضوع أنا إنسان شهواني وإنت إنسان شهواني، وهيك هذا خلقنا الله. لكن عندما تطغي علينا الشهوة
والشيطان يأمرك بالفحشاء وأنت سريع الاشتعال. ما الذي يكبحك أخي الكريم؟ ليش أنا والفضل كله لله طبعا. يعني أنا كنت أتكلم موضوع آخر، ولكن جاء هذا الدرس بعثوه، يعني شفته أنا عذرا، شفته طلع عندي بالواجهة 4 مرات سورة البقرة أو ختم القرآن. أي واحد يقول لك ختم القرآن أفضل، لكن من عاش سورة البقرة هذا لا يعني إني لا أقرأ. أنا كنت أجلس مع كتاب الله وأنا أقرأ سورة البقرة 10 ساعات باليوم. أنت مساوي 4 مرات سورة البقرة وكأنها 40 ساعة. 4 مرات سورة البقرة هي تقريبا يعني إن كثرت 3 ساعات، إن كثرت 3 ساعات. يعني مسلسلين تركيات، أخبار، 2 أخبار على التلفاز. الله يجعل البركة. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو إنه الباحث عن الحق سمع قصص المستغفرين، يعني أنا الآن بدأت يعني أحط النقاط على الحروف. لو كنت أخي الكريم شيخنا الفاضل معني في نهوض هذه الأمة، وكلنا يقول بأننا تنهض هذه الأمة، لكن البناء عوج. الأمة في ذيل الأمم، والكتب ملأى في النصائح لا تنفذ ولا تطبق، وحتى الذي كتب الكتاب لا يستطيع تطبيقه. الذي كتب الكتاب لا يستطيع تطبيقه. والنصائح ونصائح ونصائح. لما بتبدأ تقرأ سورة البقرة وتكتر منها، وأنا بعطيك يعني بعطيك 15 يوم. أنت حافظ لكتاب الله؟ لا، مش بتعيد بتكرر بتقرأ بكتاب الله. أنا بعطيك 15 يوم. قل لي ماذا حدث معك. اقرأ 4 مرات سورة البقرة، ما أنت حافظ، قد ايه تأخذ معك؟ كررها. لكن بدي قراءة واحدة داخل البيت، وإن شاء الله تكون من المصحف وبصوت أنت تسمع. نعم، هذا القرين. عشان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لازم نعرف كيف شو بتساوي سورة البقرة فينا. ما معنى حديث رسول الله؟ أنا ظننت كما تظن. اقرأ سورة البقرة، إن أخذها بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطلة، وأنت بتأتي لي بحديث وكأن الله الرسول عليه السلام خصص سورة البقرة، وما في عيب إنك تكررها، وما في مانع إنك تكمل على باقي العبادات، ما في مانع. فمش الموضوع إنك أنت توقف حجر عثرة في إنه لا تقرأ سورة البقرة. إخوتي الكرام، سورة البقرة هي مرحلة ستقودك إلى معرفة الله، ولن تعرف الله بدون سورة البقرة وبدون تكرار سورة البقرة. بدون تكرار سورة البقرة ستبقى تنظر 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 وقلبك غير مطمئن. لا يمكن إلا إنك هتكون أنت إنسان وأنا إنسان، نتكلم عن الجميع. الكل من لم يأخذ سورة البقرة بهذا ستبقى إنسان حاسد، في بقلبك شيء من الرياء، فيك شرك خفي ولا تدري فيه، فيك الأنا كبيرة جدا، فيك حب الظهور، فيك انبطاح تحت شهوة، فيك أمور إن سئلت كيف الحال قلت الحمد لله، ولم تقلها الحمد لله. بملء فيك، بملء فيك راض عن الله. والله يعلم الكاذب من الصادق، إذا كان راضي ولا كاذب. الله يعلم إني أنا بقول الحمد لله، والله الحمد لله، بعد شوي بعد قليل يا أخي هالوضع لوين انت هيك، يا أخي هاي الدولة هذيك وهاي الدولة وهاي الأمور لوين انت، إلى متى؟ أما أنت بدأت تشكي، لأن أنت مش راضي. أنت
مع سورة البقرة ستفهم السورة، سيؤتيك الله الحكمة. ما أنا ما قلت لا تهجر القرآن، ركز الآن لربما شهرين 3 4 مع سورة البقرة، ركز شوي. مش كنت تتعلم حفظ، مش كنت تحفظ كل الكتاب مرة واحدة، مش كنت تردد نفس الصفحة نفس الصفحة حتى تحفظها، مش كنت تفوت على الأحاديث والعلم الشرعي. أنا لست عالم، لكن ما كنت تحفظ، ما كنت تقرأ وتطالع. أنا ما عبت، لكن أنا ببين أنت بدك تعمل وكأنه إحنا في ضلال. اقرأ سورة البقرة مرة واحدة مع باقي القرآن، ما فيش فيها شيء، ولا راح تحصل ولا على شيء ولا على شيء. والشهادات نزلت، الدرس يطول والكلام يطول، والأربع مرات لربما مستوحى. أنا ما استوحيت، لكن إذا في واحد بده يكون يعني شيخ زمانه، مش أنا يقول الرسول عليه السلام وصف سورة البقرة بفرقان بالطير الصواف، وكأنها فرقان من طير صواف، يعني طير سورة البقرة. وسيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ 4 من الطير، فعندما ذبح الطير يعني 4 طير مثلا، استنباط هكذا. 4 مرات سورة البقرة تحيي كل شيء، تحيي لك البصيرة الحكمة كل شيء. طبعا هذا كلام مش يعني لا تأخذ به ولا تعمل ليته قانون. ف عندما تعيش سورة البقرة 4 مرات سترى إنك بدأت تتغير، أولوياتك بدأت تترتب، وبدأت تفهم شو معنى كلمة حسرة، وبدأت تظن إنك كنت على خير، بدأت تكتشف حالك، تكتشف توجهاتك، تكتشف كل كلامك فيها. هاي سورة البقرة 4 مرات. بدك تقبل الكلام اقبله، بدك تبقى بالتنظير انك تقول ولو انا كنت بعيد عن سورة البقرة بعرفهاش سأدخل مباشرة سورة البقرة 4 مرات، من اين جئتم بهذا؟ لا، اقرأ القرآن يا عمي. هكذا سأفعل زي مثل. لكن عندما تقرأ وتسمع قصص المستغفرين أو قراء سورة البقرة، سورة البقرة هي العقل المدبر لهذه الأمة، إلك وإلي ولجميع. يا إما يدبر هذا شيطان ونفس أمارة بالسوء، أو تدبره سورة البقرة. كان عندنا يا جماعة أولويات، فالله بدلنا إياها في سورة البقرة. نعم، هناك هجوم للشياطين شرس جدا عندما تأخذ سورة البقرة، فإذا كانت تيجي الشياطين من طريق شيخ يمنعك يصدك عن سورة البقرة، فسيأتيك من طريق العلماء كمان. بكفيك قصة واحدة، وإن آلاف القصص وعشرات مئات القصص دونت. فوت على التعليق. ثم الله جل في علا أذن إني أتكلم عن سورة البقرة، لولا الحرب التي في غزة لتكلمت عن سورة البقرة حتى الآن ربما 1000 درس، لكنها أمة تعذب فعليها أن تستغفر. فركزنا على الاستغفار، وماذا فعل الله بنا في الاستغفار؟ سورة الاستغفار مكمل لسورة البقرة، وسورة البقرة مكملة للاستغفار. ولا تترك ولا تهجر شيء. والموضوع ليس تحديد أوراد، ليس تعديد أوراد. عددنا الأوراد لم نخرج بنتيجة. النتيجة البناء آيل للسقوط، مش آيل سقط. يعني ألا يستوقفك أنك تنظر من خارج البناء وتشوف هذا البناء، الإسلام، المسلمين وين رايحين؟ ألا يستوقفك هذا أنك تأخذ قصص المستغفرين وتقعد تتفكر؟ كل الكلام يؤخذ ويرد إلا قول رسول الله.
هل نهاك رسول الله أن تقرأ وتردد سورة البقرة، ولا وصاك أن تقرأ سورة البقرة؟ اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركوها حسرة. لا تأتي لي بحديث آخر، ركز على البقرة. طيب الناس أخذتها من باب التجربة وعاشت ووجدت. طب ليش تمنعني أنا أوجد الخير وتغيرت حياتي؟ مش المسحور فقط. أخي الكريم، أنت تنظر. أعتذر، إذا بدك تبقى تنظر ابقى في تنظيرك، وهذا هو سبب إننا في ذيل الأمم وفي ذيل المجتمعات، ولا نهتدي سبيلا. وانتقلنا إلى الطاقة، وانتقلوا شبابنا إلى الطاقة، وانتقلوا إلى ناس قرآنيون لا يريدون أن يسمعوا عن أحاديث رسول الله، لا يتحقق منها شيء. ليش؟ لك لا تريد أن تطبق. قوقعتم أنفسكم في مكان لا تستطيعوا الخروج منه. لم يثبت لم يثبت لم يثبت. وأين السنة الحسنة؟ أين السنة الحسنة؟ أين الذاكرين الله كثيرا؟ من لزم الاستغفار؟ أو مثلا من قال إن سورة البقرة يعني ألم يطلقها رسول الله؟ اقرأوا مطلقة. فإن وجد فلان، فالحكمة ضالة المؤمن. لربما والله لو في يعني خشية على الإسلام لأخذتم هذا الكلام محمل الجد وعشت سورة البقرة وتكشفت لكم سورة البقرة. لكن لا 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 لا. وأنا كمان لو كنت مثلك ما بعرفش سورة البقرة، كله كلام. أنا بقول كمان كله كلام مثلك. لكن عندما أعيش بده يقرأ الناس اليوم قصص المستغفرين وسورة البقرة، سترى إنه كل فكرك غلط، كل فكرك غلط. لأن سورة البقرة هي المربي لتوحيد الله. الرسول عليه السلام علم الصحابة التوحيد حقيقة التوحيد. أخي الكريم، كيف أنا بدي أرضى في رزقي والدنيا كلها تملياني سيارات وعقارات ومال، والمال موجود في الحرام، وعيني مفتوحة وشهوتي مفتوحة والنساء عرايا. كيف أنا بدي أكبح هاي الشهوة أخي الكريم؟ بإيش تكبحها؟ وصلنا الآن لحال الحلال ما طالته أيدينا، والحرام ما لم تطله أيدينا. فإن طالته أيدينا أصبح حلال. بطل يهمنا من أين المصدر، المهم ليش مش عارف أجيب غير هيك. طب أنا بدي أعمر لأولادي منين؟ ما فيش غير قرض ربوي. طب بدي أزوج أولادي منين؟ فيش قرض ربوي. مين علمنا إنه الذنوب حولها الله علينا لهذه الديون والهموم والكروب والحروب؟ هذه الذنوب التي قلتم عنها سيد الاستغفار يغفرها، ولكن الحقيقة لا يغفر الله شيء حتى تتوب. الكلام المنمق لا ينفع هون، ما بينفع. أنا بدي أعرف، بدي أدعو الله واستجيب. غير لي واقعي يا أخي. ليش بتغير الواقع؟ بدي يا رب يا رب. صمنا رمضان، في لنا دعوات مستجابة لم يستجيب. قمنا بجوف الليل لم يستجيب. يوم الجمعة لم يستجيب. نزل المطر لم يستجيب الله جل في علاه. طب كيف العمل؟ إذا إحنا بدنا نبقى في التنظير وبدكش تقبل إنك أنت تقرأ سورة البقرة 4 مرات، حطها بينك وبين، لا تقول لحدا، ولا بتخاف هالمنصب. مش أنت يعني، أنا لا أخاطب شخص واحد، أنا أخاطب الكل. كل من يظن في نفسه إنه صاحب علم والبناء مشقلب. لماذا شقلب البناء؟ أنت بتعلم. إياك أن تصفنا بأننا تحت البلاء، أمة مرابية، أمة في العري، أمة في الغيبة والنميمة وأحاديث المفلس وأحاديث يا رسول الله إنها كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، وحديث الذي إذا خل في محارم الله، ولئن جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا وجاء لا يشرك بي شيئا غفرت له ولا بال. لكننا نشرك بالليل والنهار. عندما تنسى فضل الله عليك لنفسك أو لغير الله، أو تقول لوم هذه الدولة أو هذه الدولة يعني لما كان هذا الحال لو غير الرئيس ولو بدلوا الرئيس وجابوا وزير لتغير حالنا. كله شرك.
عندما تظن إنك خير من الناس يحبط العمل، وعندما تقول إنما أوتيت على علم يحبط العمل. طيب شو العمل؟ ستربيك سورة البقرة إن خفض لكتاب الله. المقام لا يسعى، بدي أنزل قصة، باللي يأكل ساعة يأكل ساعتين هذا الدرس. فإذا المسمى عندك مشكلة فيه مليح تعيشه، اسأل الله، قل له يا رب فلان فلان بيقول كذا وكذا، لعل الله يوريك شيء. قايض الله، قايض الله إذا كانك أنت على خير، إذا أنت على خير. أنا طبعا بطلب من الأخوة اللي بده يقايض أو يسميها هي يعني هي الأخت حافظة الكتاب لا بتقول المقايضة اللي بقول عنها حجازي هي التوسل. جميل. أنا لغتي العربية مش جبل، لكني الحمد لله رب العالمين الله فتح علي كيف أتعامل وأبين لهي الناس التعباني كيف الخلاص، كيف نطبق الأحاديث، مش كيف نقرأها وننمقها وإعراب ونحو وكل هذا. لا، أنا بالآخر بدي أخلص، بدي أستجيب، بدي أمي تسود الأمم، معانا كتاب الله. ليش أنا بسرق؟ ليش أنا بحسد؟ ليش أنا بحقد؟ ليش أنا رزقي مكتوب في بطن أمي؟ ليش أنا مش متوكل بقول توكلوا؟ يعني ادعوا الله وأنت موقن في الإجابة. يا زلمة يا كله كلام، يا رجالات كله كلام، أي موقن في الإجابة. الله يعني للمسيء يعني يعطيه هذا الشعور. ذنوبنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولا. تعال اقبل على الله، اقبل انت، بس ابدأ روح على المسجد صلي صلواتك كلها في المسجد والله سيفتح عليك. كن كسلمان الفارسي نقتدي برسول الله، نعم، لكن كان يبحث عن الحق، بحث عن الحق بده الله، ما كان يبحث عن فلوس ولا عن سيارة ولا بده يتزوج بنت ولا حكى، أما اللي يبحث عن الله يبحث عن الله. قل يا ربي دلني عليك، يا ربي أنا بدي أعرفك، إحنا بنعرف أوامرك، مش عارفين ندبر حالنا، ندعو الله ولا يستجيب. يا ربي أنا الأمي موجع قلبي، قل لله يا ربي الأمي موجع قلبي، يعني أنا ما راضي على هذا الحال. نحن أصحاب التوحيد بنسمي حالنا طبعا الذين نشرك بالليل والنهار، طبعا عشان تعرف إنه إحنا نشرك بالليل والنهار وتظن إنه فقط التثليث هو الشرك بالله. عندما تنبطح تحت شهوة، تحت لعيب كرة قدم أو رئيس، يعني رئيس بلدية، تنبطح تحت أقدامه بدك تتملقه، شو هذا اسمه؟ إيش هذا اسمه؟ هاي محاباة ولا شرك؟ عملته إله بده يغير لك واقعك. 4 مرات سورة البقرة ولا أحفظ كتاب الله. والله لو خيروني بين أن أحفظ كتاب الله أو الكلية الشريعة أو أن أبلغ آية، يعني أعيش آية، سأعيش الآية، وكل فضل عظيم فيه وكله نحتاجه. لكن الآن هو التوحيد في قراءة سورة البقرة. بدك تعرف الله، بدك تعيش الآية، أعطيها حقها. عندما يحرك الله لك السحاب، ما سمعناش إنه كان في تحريك سحاب أخي الكريم، ما سمعنا هذا الكلام، كانوا يعيبوا علينا. إذا بتقرأ التفاسير سورة نوح كان يخص قوم سورة نوح، هكذا فسروها. اليوم أنت بتقول معانا يمطر السماء، لأنه شفت المطر في كل مكان ودونوه. فالاستغفار ما عندك شو تحكي عليه. رحت على سورة البقرة، أفضل هاي ولا هاي؟ طب شو الفرق بين الصلاة على رسول الله والاستغفار من باب الهم؟ تعرف عشتوا؟ بينوا بفضل الله. أنا عشته وعم كتبت ونزلت شو الفرق بينهم، مش لأني شاطر، لأني عشت، طبق واتكلم. طبعا أنا لا أتكلم عن الشيخ عبد الستار، أنا أتكلم عن أي شيخ بده يعيب علينا هذا الطريق، بده يقولنا لم يثبت، هذا أفضل، كلياته أفضل. هذا الظن، مش معناها لا تقرأ، تخصص أخي الكريم. اليوم تتخصص، نعرف الله من خلال الآية شو معنى كلمة بركة، شو غيرت في حياتي هذه سورة البقرة، ماذا تغير، تفهم ليش. يعني أنا السؤال
لو أن الأمة اليوم أخذت الاستغفار بتغير حالها. الاستغفار سيقودك لسورة البقرة. مع سورة البقرة نعم سنة واحدة والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأمة لزمت الاستغفار بالليل والنهار كما غير الله أحوالنا. إحنا غير الله أحوالنا ب6 أشهر، منهم 7 أشهر، منهم 3 أشهر، منهم سنة. أنا بعطيك سنة أقسم بالله سيقلب الله الموازين، لأن سورة البقرة لها فعل أن تخلع كل الرياء وكل الشرك وكل الأنا وكل الانبطاح تحت الشهوة وكل شهوة حرام، وتخلع كل هذا منك في أشياء لا تستطيعها. الاستغفار يمحى ذنوب، الاستغفار فيه التمكين، الاستغفار فيه الرزق، الاستغفار فيه القوة، نعم فيه الصحة، فيه المال، فيه الرزق، فيها الوفرة. سورة البقرة هي العقل المدبر، هي السكينة، هي الحكمة، هي أنك تخلع هذه الذنوب التي لك التصقت فيك 20 سنة أو 40 سنة وأنت لا تستطيعها، وتبكيها وتشكوها لشيخ فلان بقول لك، يعني تفضح حالك عند الشيخ الفلان معش حل، تفضح حالك عند الشيخ الفلاني كمان ما عندوش حل، وتبدأ تتنقل بين المشايخ ومش لاقي حل، وانت علقان في إباحيات أو علقان في ميسر أو علقان لربما بشرب الخمور والناس لا تدري فيك، أو لربما بتحشش وبتصلي ممكن أوقات، يعني في من ناس بالمعنى. ف يا جماعة سورة البقرة غيرت لنا أحوالنا. والاستغفار يعني أزال تيه سنين طويلة والله. غير تجارة، بدل تجارة، انقل المحل. تعرف قديش بيكلف تنقل محل من محل لمحل، من منطقة لمنطقة تبحث عنه، بالآخر كل هالذنوب كانت سبب التعطيل. لو تركنا الذنوب وبقينا في محلاتنا والله ما بعنا أراضينا. فالذنوب هي الذنوب، ولولا الذنوب ما تهجرت الناس. نعم لولا الذنوب كان الأمة بألف خير. ولكن كمان مرة سورة البقرة لها الدور الأعظم في إنها تجعلك على الفطرة السليمة. من يفهم هاي الكلام؟ أنا سابقة أغرد وأنت بدكش تسمع، لا تريد أن تسمع، وبالآخر أنت لا تؤمن. ليش؟ لأنك ما طبقت وما وجدت ما أنا قلت. لكن عندما عن جد تأخذ الكلام، والله لو كانت لك غيرة أو أي واحد من المشايخ بسمع هذا الكلام كانت له غيرة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى حال المسلمين، لأخذ كلامي فيه سيئات. تقرأ سورة البقرة 4 مرات لربما شهر زمان، فيه سيئات ولا فيه مليون حسنة كل يوم. شو بده يصير؟ تسمع هذا الكلام لربما أنت تيجي تصف بصفنا تقول نعم هذا الكلام غير لي حياتي، نعم هذه سورة البقرة غيرت حياتي، مع إني حافظ لكتاب الله. وكم من حافظ لكتاب الله دون وكتب ماذا وجد. لماذا ضاعوا؟ لماذا الأمة في ذيل الأمم؟ لماذا تاهوا حفظت سورة القرآن؟ خلينا نسمع بما تبقى. سورة البقرة هي عقل مدبر وأخلاق وفطرة سليمة، والاستغفار هو ممحاة الذنوب والقوة والعزة والتمكين في الاستغفار. وقد مكن الله لبني إسرائيل تمكينا عندما قال لهم وأمددناكم بأموال وبنين، وقال لنا جل في علا المسلمين فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فبالاستغفار في تمكين، سورة البقرة في تدبير. ونسمع قصة حافظ لكتاب الله وحافظ لكتاب الله، هناك كثير دونوا. قدر للإطالة ما يطول الدرس، إن شاء الله أن يسأل الشيخ ما قصة كل الفكر الذي يعني يبني كلامه على لم يثبت. طب جرب، أكذب نفسي، أكذب 10,000 شخص عاشوا هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخوتي وأخواتي في قناة أخونا محمد حجازي. أنا بنت حبيت أشارككم تجربتي ورحلتي مع سورة البقرة. الحمد لله رب العالمين. نبذة مختصرة عن حياتي. أنا بنت نشأت الحمد لله في بيئة تعرف رب العالمين على طريق القرآن والسنة. والدي إمام مسجد، والدتي على قدر من العلم والتقوى والحمد لله بالتعليم. أنا بنت وأنا عمري ما صار 11 سنة، كنت الحمد لله 11 وأكثر شوي. كنت الحمد لله منتقبة بس النقاب بكير. وإلي قصة مع كتاب الله، رحلة طويلة، عمر طويل. تعلمنا القرآن، دخلت الجامعة، درست شريعة، دخلت القراءات العشر، دخلت أنوار عطايا من رب العالمين. وكان ربي معي في كل لحظة من لحظات حياتي. كان رب العالمين كأنها آية ولتصنع على عيني. لكن من سنة 2016 طبعا هاي تاريخ زواجي، بدأت مع سورة البقرة، وبدأت سبحان الله الحرب صعوبة. كل ما أقرأها لفترة تفك أمور وتمشي أمور، لكن بصعوبة. كنت أعاني من سحر لمدة 12 سنة. قرأت سورة البقرة من سنة 2016 لسنة 2023، وأنا كل فترة كل 40 يوم أقرأها مرة مرة مرة، أغيب أرد أرجع. كانت أمور تيجي الحمد لله وتفتح أمور. اعتمرت عدة عمرات. كان المسجد الأقصى جزء من حياتي الحمد لله. بعتبر حالي أنا بنته، وأسأل الله أني أكون أنا أهل لهاي المكانة. المهم الحمد لله رب العالمين. اللي بدي أوصله أني كنت رغم كل هذا الحكي والنعم والخير من رب العالمين، إلا أني كنت صديق لا يعلمه إلا الله. كنت أعاني أمراض روحية، أمراض جسدية، أمراض، لكن ما كان يبين. الحمد لله كان الله مأيدني بكل لحظة. كان الله معاي دائما. ما أحكي يا رب إلا ربي معي. بس كانت في صعوبات، وكانت في كتير أمور، وكنت في كثير معاني ما مش واضحة للحق، مش ظاهرة. لما بدأت بسورة البقرة لما سمعتها من قناة أخونا محمد حجازي من رمضان تقريبا، بدأت بالتكرار تقريبا بهاي الفترة. وبهاي الفترة بالتحديد أنا ما كنت، ربي ما رزقنا بالأطفال لمدة 7 سنوات من زواجي. كانت بداية حمل من سورة البقرة مرة واحدة. طبعا هي من ربنا، بس كانت بسبب سورة البقرة. فبدأت فيها بتكرار. اكتشفت إنه في سحر جديد على الطريق، اللي هو بسبب الحمل. في ناس ما بدها أحمل. كان أنا كنت أعاني مش بس من سحر واحد، من عدة سحورات. الحمد لله رب العالمين. وبدأت رحلة المعاناة، وبدأت أقرأها. أنا فتت قناته مش من البداية، من 7 شهور. ما كنت أعرف إنه كان حاكي إنه نبدأ بالاستغفار. بدأت بسورة البقرة، وكانت هاي المرحلة رغم صعوبتها هي عرفتنا كثير، لكن أصعب مرحلة بحياتي منها إني أنا كنت حامل تعب صحي، تعب نفسي، ودخلت عالم تاني. هجوم شياطين من كل جهة، عن طريق الأقارب والأهل، عن طريق المقربين. وبدأت الأقنعة تكشف من كل جهة، قناع ورا قناع. غير الصدمة النفسية إنك بدأت تكشف كل من حولك. والحمد لله رب العالمين بعد شهور في القفل الثاني في سورة البقرة تخلص من أسحار بالاستفراغ إلى آخره. رب العالمين ألهمني أبدأ بالاستغفار مع سورة البقرة، فكان أول يوم استغفار يوم فرج. رب يرفع عني ويكشف عني كثير
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ويجعلنا من الشاكرين والحامدين. والكفر الثالث اللي هو كره المعاصي أو الذنوب اللي أنت ما كنت قادر تتخلص منها. صح أنا بحكي بالالتزام، أنا بحكي على ذنوب أنا كنت أكرهها بنفسي، يمكن تكون نفسية قلبية قالبية فكرية شو ما كانت. كلنا خطاؤون، الله يغفرنا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. لما بدأت أقرأ سورة البقرة بأعداد يعني 5 مرات و3 مرات، رغم أني أنا كنت أشتغل بالختمات وبالحفظ وبالقراءات، فكانت والدتي الله يحفظها يعني تحكي لي هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت يكفيك أنك تقرأ الرقية. طيب أنا بحالة أنا مثل ما بيحكوا اللي إيده في النار مش مثل اللي بيحكي له سلامتك، يعني كنت أعاني ويفكروني عندي مرض ثاني غير هاي الأشياء. فاستمريت، بعد ما استمريت وشافوا النتائج بعيونهم الحمد لله سلموا وآمنوا بهاي البركة. يكفي إنه تبين إنه كلام أخونا محمد حجازي صح. وأنا لما بديت الطريق أنا كنت مثلهم، يعني ما ورد عن الرسول نأتي به يعني سورة البقرة كل 3 أيام مثلا يخرج الشيطان من البيت، أما إنها بالصورة هاي المتكاملة بصورة 4 مرات ما كنا نعرفها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. وكشفت كثير أمور لو بدها تكشف بالالتزام وبسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشفت من البداية، لأن الحمد لله أنا من الملتزمين ولا نزكي على الله أحد، بس الله كان هاديني الحمد لله، كان ميسر لي والحمد لله رب العالمين. بعد في قصة تانية عن المقايضة أنا سمعتها تفاجأت فيها، أنا كنت أعملها ما كنت أعرف إنها هي مقايضة مع رب العالمين. إنه أنا لما لبست النقاب أول مشوار إلي كنت طفلة، كان عمري 11 سنة ونص. والدتي طبخة كانت في حجة عايشة لحالها ما إلها حدا، فوالدتي أعطتني طنجرة أكل أبعت لها إياها، فكانت ساعتي لا توصف. والأطفال أحباب الله يعني ما كان في قلق، فرحت وبعتها وكنت مبسوطة، وكان أول مشوار بالنقاب وفي يوم في سبيل الله، مشوار في سبيل الله. لليوم أي ضائق بمر فيها بتوسل بهذا العمل ويستجاب، رغم أنه الحمد لله الله أكرمنا بالصالحات، لكن نسأل الله أنها القبول في كل الأعمال. هذا العمل كنت يعني متأكدة أنه إن شاء الله لوجه الله الكريم، ليه هاي كان في استجابة شديدة. فهاي المقايضة اللي بحكي عنها، احنا ما بنقايض ربنا احنا عملنا هيك، احنا نتوسل الأعمال الصالحات وردت في القرآن، اللي هو التوسل. بالنسبة لأنهم بيحكوا يعني ما بصير تحكي استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا بدون حضور قلب. أنا هاي كمان عشتها، مثلا أنا كنت أروح على مكة عند الروضة الشريفة في عمرة من العمرات اعتمرتها، كنت 9 أيام في المدينة المنورة، كنت أبكي، كنت أعاني من هموم مشاكل، وأروح أبكي وأدعي. صح هذا من الدين والحمد لله اللي الله وفقنا لهيك، بس بالقلب الحالي أسأل الله الثبات أني أكون عن جد بهاي الطريق اللي هي الطريق المستقيم. يعني أنا في البيت الانشراح اللي عندي كان عندي أكثر من الروضة واللي كان في مكة، لأنه كان انشراح شديد. لكن بعد ما تطهرنا من الذنوب من الأمراض من الظلمات، أنا اكتشفت كمان من الأشياء اللي كانت أعمالي لا تقبل 100%، الله أعلى وأعلم، اللي أنا كان كل ما حدا يمدحني بمسجد بإشي مدح أحكي هاي الحمد لله يعني أنا هيك عملت، الحمد لله يعني أنا هيك. فأنا كانت عندي عالي شوي. سورة البقرة ربتني، سورة البقرة الكاشفة، كاشفة عيوب النفس عيوب من حولك، يعني بضوي لك، عجبك ولا ما عجبك بيضوي لك كل شيء. والحمد لله رب العالمين، أسأل الله أنه يعيننا على هاي الدنيا ويثبتنا بيهدينا جميعا وما يضيعني رب العالمين.
يعني طبعا هي صح الصعب مرحلة لليوم أنا أعاني من مصدومة بكتير أمور، يعني لدرجة إني أنا إلي 3 شهور تقريبا لوحدي ما بزور أي أحد. ليش؟ لأني مصدومة، كشف الغطاء وجديد بدينا نرجع للحياة الطبيعية، بس رجعنا بوعي كبير ما كان موجود. طبعا الحمد لله هذا الفضل الله، وشكرا لأخونا محمد حجازي على كيف رب العالمين نور له بهاي الطريق، وكيف رب العالمين سخره إلا هو علمه جل جلاله، وعلم آدم الأسماء كلها، هو علمه بهذا الباب، وعلم عباد له بأبواب تانية. أسأل الله العلي العظيم إنه يعلمنا وما يحرمنا ويثبتنا. اللي بيحكي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مثلا من قرأ أواخر سورة البقرة كفتاه. سيدنا عمر بن الخطاب له قصة إنه كان في واحد مريض فحط إيده على كان ألمه وقرأ سورة الفاتحة فشوفي. بعد ما توفى سيدنا عمر بن الخطاب اجى واحد سمع بالقصة حط إيده على مريض وقرأ سورة الفاتحة ما شوفي، فقال كيف يعني ليش؟ قالوا هذه الفاتحة وهذاك عمر. وأين عمر؟ سيدنا عمر معروف بالتقوى ومعروف يعني سورة فاتحة مرة واحدة من قلبه وعارف شو المعاني، غير عن حد عنده ذنوب، عن حدا أسير لنفسه لشيطانه ولهواه، نسأل الله العافية، أسير لكلام الناس. أنا من الصفات اللي كانت كمان اكتشفتها إنه ننظر لقيمتنا في عيون الناس، شو مدحونا، إذا مدحونا إحنا نفرح، إذا ذمونا إحنا نزعل. حاليا والله ما بهتم مدام ننظر في يعني لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، يعني دام الله شايف وراضي الحمد لله. والله بحكي معاكم يعني ما كنت أفكر إني بيوم من الأيام رح أوصل لهون وأنا بعاني في الفترة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين لمن علينا أكرمني في بيت جديد، رب العالمين أكرمني في بنت، أكرمني في علم من حيث لا أحتسب. وين ما يعني كنت أروح من مسافة 2 ساعة ونص بالطريق أروح أخذ العلم، صار في بيتي يوصل عندي، شو ما أحتاج يوصل عندي الحمد لله. أسأل الله أنه يثبتنا ويعافينا ويعفو عنا، وادعوا لي. ومين ما يعاندكم أو مين ما يحاول يصدكم استمروا، بالعكس يزيدكم إصرار وجهاد جاهدوا. احنا ما بدنا نحكي جربوا، لكن لما أكثر من شخص يحكي يعني سورة البقرة 4 مرات تكسر الأقفال وحسب، يعني أنا أخذ معي القفل الثاني 4 شهور كاملة، واحتسبهم لوجه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله القبول في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله رب العالمين. في بعض قصص الدرس بده طول، خليه طول، لازم احنا نبين كلام، لأنه هذا كلام مهم جدا جدا. لازم نعرف إنه المشكلة إنها ذنوب، في ذنوب لا نستطيع تركها. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كيف بدي ازهد؟ إنها سورة البقرة. طيب كيف بدي أفهم إنه رزقي يكفيني؟ إنها سورة البقرة. من أفعال سورة البقرة أنت تأخذ قرص دواء، أنت لا تدري أين يذهب قرص الدواء لينظم لك ضغط الدم، لكنه يذهب وينظم ضغط الدم. أنت تقرأ سورة البقرة وبفضل الله هي تفعل وكأنها قرص الدواء. كل شيء ضايع عندك ما فيش لك جواب عنده، سورة البقرة ستعطيك الجواب. سورة البقرة ستبعدك عن كل الحرام وستحببك بفضل الله، طبعا جزاء من عند الله. الله قال لك اقرأ البقرة ولك هذا الأمر، فأنت الله سيكافئك في فهم الرزق.
في الرضا، في التيسير. جماعة مش كلام، الجماعة الموضوع مش تمثيلية بنمثلها إن إحنا راضيين ونحن في ذيل الأمم أو في ذيل المجتمع، أو أنا مديون، أو أنا مكروب، أو أنا كل يوم ببكي، أو كل يوم بشكي لواحد. مش الموضوع هيك، الموضوع إني أبقى راضي، عن جد راضي، عن جد أنا في عندي ما أتكلم عن الله، عن أتكلم في كل حرقة. والله لو وقفت أمام هذول المشايخ التي تكلمت أمامهم يمكن سنة كاملة بفضل الله عن عظمة عيش أخي الكريم، خذ على عاتقك. هذه حافظة لكتاب الله بالقراءات العشر، متعلمة بالشريعة، أمها وأبوها على قدر من العلم ما شاء الله عليه. وعندنا كمان من عاش 18 سنة مع سورة البقرة مرة واحدة. فلا تعيبوا على الناس، شجعوهم لأكثر، لا توقفوا. إذا أنت بتعرفش، في ناس عرفت، في ناس أقل منكم علم عرفت وبدأت تعرف الله، وبدأ الله يعطيها، وبدأ الله يفتح عليها، وبدأ الله يستجيب لها، وبدأت تعود إلى الله وتنصح غيرها. البيت الواحد بدأ يعود مسلم، وكلهم ماسكين مال سابق ويستغفروا ويركضوا إلى المساجد، وبدأوا على أخلاق الطيبة لأنه بدأوا يراقبوا أنفسهم. لكن كانت ضايعة في الماضي قبل سورة البقرة، كانت ضايعة مش عارفين منين، كله حرام، يلا كله حرام. القرض الربوي، من ياخذ قرض ربوي؟ هي بدها توقف على العرس ولا بدها توقف على الإباحيات، وكله مخربط كله خلصت خربت، بطلوا يعرفوا منين. فيلا كلياته مش مهم، الله غفور رحيم. ولكن الحقيقة ذل، هوان، أمراض، أسحار، ديون، كرب. أنا في كرب، شاب ابن 18 سنة، أنا بكرب. أي كرب يا أخي؟ يا أخي أنت بالغرب بلعبوك هيك، بلعبوك بتضلك لحمك بعده طري، بعدك ممنوع تشتغل. بالغرب الكافر الذي سلطهم الله علينا لذنوبنا. خلينا نفير كمان مرة نفير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما أختكم أم رفيدة. هذه شهادتي حول أخذ سورة البقرة منذ 2006، أخذتها يعني منذ 18 سنة، وأكيد غيرت في حياتي. ولكن مع أخذها مرة واحدة يوميا بالكاد، كنت يعني نادرا ما أتوقف عنها، ولكن لا أتجاوز 3 أيام. ثم لزمت الاستغفار يعني منذ التحقت بقناة أخونا محمد حجازي على التليجرام، يعني أول ما فتحت، فالتزمت بالاستغفار يعني 8 أشهر وشوية. فسبحان الله الاستغفار قطفت ثماره كلها بفضل الله جل في علاه. ولكن الحديث والتركيز اليوم حول سورة البقرة. لما أخذت سورة البقرة 4 مرات الأمر اختلف كلية. ما ظهر بجسدي، ما ظهر بإحساسي من هلع، من خوف، من كدمات، من غثيان، من إعياء، من نوم وأنا أقرأها، بأنام وأغفو حاطة يعني بخاخ بجنبي، الأخوات اللي بيشكوا النوم كل هذا، ويصير يتغير وقت النوم، بيصير فياق، ووقت الفياق والنهوض العادي بيصير نوم. مشاكل لا حصرة لها، يعني نفور جامد داخل البيت من بعضنا بعض، كل أفراد الأسرة، وكل من لم يزرني منذ حتى سنوات أراد أن يزرني. سبحان الله، هذا كله من الشياطين. أخذ سورة البقرة عرفني من أنا، وعرفني أني إن أردت أن أكون شيئا ما يجب أن أكون مع الله. وخلال قراءتها سبحان الله بعد الشوط الأول اللي فيه العذاب وفيه، وصلت إلى مرحلة وسطى فيها امتحانات، شبه امتحانات. أقرأ ويتبادل لذهني أسئلة: من ربك؟ مواقف عشتها، من كان معك في ذاك الموقف، ومن وقف لجانبك ذاك الموقف، ومن أنقذك من تلك المصيبة، وكيف نجوت من ذاك الحالة، ومن شافاك ومن عافاك، ومن أوصلك إلى هذه الحالة، وكيف وصلت إلى هنا، ومن نبهك لقراءة سورة البقرة مرة واحدة، وكيف وصلت إلى قراءة سورة البقرة 4 مرات. وكأنه كل مرة سبحان الله الإنسان بيرتقي من خلال سورة البقرة. صار الكلام والإجابة عن الأسئلة، والله يا جماعة أضع إصبعي على خانة الميكروفون وأنا لا أعرف ماذا أقول.
وأجد الكلام وكأنه يملى علي فعلا من الله، وكأنه يملى علي والله. يعني في كل مرة أقول ما الذي سأقوله في المرة القادمة، ما الذي سأقوله في أمس المستغفرات، ما هي المشاركة التي يمكن أن أشارك بها مع الأخ محمد حجازي. ولكن الله يأتيني بما يجب أن أقول في اللحظة التي أنا أحتاجه فيها. سبحان الله، في علم، في حكمة، في شيء رباني يعني لا حدود له. الحياة كلها ترتبت لي. موقف السيارات لم يعد فيه إشكال أبدا، رزقي لم يعد فيه إشكال أبدا. من أزعجني، من ظلمني، من آذاني أزاحه الله من طريقي، أزاح الله من طريقي كل من آذاني وكل من يمكن أن يشغلني الآن على الذكر، عن الصلاة، عن قيام الليل، عن أخذ سورة البقرة الحبيبة الغالية التي ترفعك، التي تنقيك، التي تنبهك. كنت أسمع أخونا محمد حجازي يتكلم عن مراقبة الله، لم أفهمها إلا عندما أخذت سورة البقرة 4 مرات. صار الإنسان أول ما يغلط بتجيه التنبيه مباشرة، التنبيه الرباني، التأديب المباشر. تنبه، هذه غلطة، احذر. وأحيانا قبل أن يقدم على الشيء هناك صوت بداخلي يقول هذا لا يليق، هل هذا يرضي الله؟ لمن تفعل هذا؟ هل هو لأجل نفسك؟ هل هو لأجل السمعة؟ هل تريد أن يقال احذر، هذا غلط، هذا سيوصلك إلى مطبة يعني عبودية الذات والعجب والتفاخر، فاحذر. سبحان الله، يؤدبنا الله ويرعانا الله بشكل عجيب جدا. هذا بأخذ سورة البقرة 4 مرات. أما بأخذها مرة واحدة أبدا، أنا أخذتها مرة واحدة، حصلت لي مشاكل وهموم وتنقل في المنزل وأشياء لا حصرت لها وأنا آخذ بسورة البقرة مرة واحدة طيلة السنين. ولكن لربما لو لم أخذها كان الأمر فظيعا، لأنه مواقف تذكرتها والله كانت مواقف هلاك ونجاني الله منها. ولربما ذلك يكون أكيد بفضل الله، ولكن ببركة سورة البقرة التي أذن الله أن تكون مباركة. السلام عليكم. أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، الصادقين الهاديين المهديين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخوتي الكرام في قناة الأخ محمد حجازي. أنا أخوكم من المغرب، أريد أن أتحدث معكم أو أسجل هذه الكلمة المقتضبة شهادة لله ورسوله في رحلة الاستغفار المباركة مع الأخ محمد حجازي. أنا أخوكم من المغرب، اسمي إدريس. بدأت أحفظ كتاب الله عز وجل منذ 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، ورحلة الاستغفار بدأتها تقريبا منذ سنة في شهر نوفمبر من سنة 2022. وسبحان الله العظيم، يعني ما فتح الله علي به بالاستغفار لم يفتحه علي بالقرآن الكريم. كأن الذنوب والمعاصي وعدم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كانت تحجب عني أنوار القرآن وأنوار باقي العبادات. ولكن منذ أن بدأت في يعني رحلة الاستغفار المباركة شعرت شيء قليل في حقي ما شاهدت وما رأيت، بل كانت مشاهدات، وكانت يمكن أن أقول على أنها كانت كرامات من الله عز وجل، نعم أرسل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، تيسير في الرزق، في الأولاد، ابتعدت عن القرض الربوي وعوضني الله سبحانه وتعالى خيرا، وأمطر لنا الله سبحانه وتعالى السماء، وجاءني الرزق وجاءني المال من حيث لم أحتسب، ويعني يسر الله سبحانه وتعالى لأبناء الطريق في أمور ما كنت أحلم بها أبدا. فهذه الشهادة لله ولرسوله من باب كما يقول أخونا دائما بلغوا عني ولو آية، وقول الله سبحانه وتعالى فأما بنعمة ربك فحدث. فنعم الله عز وجل يجب أن يحدث بها المرء، وأن يقولها ليس رياء أو تفاخر، وإنما تذكرة وعبرة لمن يريد أن يتذكر وأن يعتبر. فالاستغفار أو الذكر بصفة عامة والاستغفار بصفة خاصة هو باب الله سبحانه وتعالى المفتوح
السماء تتنزل منه البركات ويتنزل منه الخير وتتنزل منه الرحمة. فأريد أن أقول لكم إخواني الزموا الاستغفار. فما سلك أحد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة ويعني بتوبة نصوح، ليس من أجل المال أو من أجل الولد أو من أجل شيء دنيوي آخر، وإنما يبتغي وجه الله عز وجل، إلا وفتح الله عليه أبواب كل شيء وأعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمه كما يقول أخونا محمد، بل وأكثر من ذلك. يعني طريق الاستغفار طريق مليء بالمسرات، مليء بالمفاجآت، مليء بنعم الله عز وجل، مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، مليء بالقرب إلى الله عز وجل. فهذا ما أردت أن أقول لكم إخوتي، ويعني أحثكم وأدعوكم إلى السير في هذا الطريق، طريق الاستغفار وطريق التوبة وطريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاعتراف بالذنب وبالضعف وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيكرمنا ويكرمكم جميعا، وسترون العجب إن شاء الله. سترون ما يقول الأخ محمد الحجازي بأم أعينكم بل أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. وهذا ما أريد أن أقوله. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة علم، سورة البقرة فهم، سورة البقرة ترتب لك أولوياتك، سورة البقرة فيها معرفة الله، سورة البقرة فيها الولاء. نعم، من عاد لي وليا. نحن سقطنا بالفرائض، نحن نتفنن في الطاعات لكن سقطنا بالفرائض. نعم، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب لي مما افترضت عليه. ظن أن الصلاة والصيام والحج والزكاة انتهى والباقي الله يغفره، لكنه الربا والعري والتكشف والأعراس والتبرج والانبطاح تحت الشهوة وذنوب الخلوات والغيبة والنميمة والقال والقيل والسب والطعن والغش. نعم، والشرك الذي لا ينتهي. هذه من الفرائض علينا أن ننتهي منها. نعم، أمرنا الله بكثير بحسن جوار لكننا نسيء جوار، أمرنا بكثير وكلها من الفرائض لكننا ضيعنا كل شيء. سورة البقرة ستعيدك إلى رشدك، ستعيدك محبا للمسلمين. فاهم شو الموضوع، بدك تفهم شو الموضوع مع سورة البقرة، بتفهمك التقوى بسورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. تلبس سورة البقرة ستستطيع أن تطبق أوامر الله بكل أريحية، بكل أريحية. محب، مش مستصعب ولا شيء، كله هوين، كله طيب، كله جميل. لكن بعيد عن سورة البقرة لن تستطيع أن تطبق ولا شيء، كله صعب، كله تخفيف تخفيف تخفيف. حتى أباحوا الخمر اليوم، تخفيف. إذا رأيت رئيس الدولة يزني على التلفاز لا لا لا, لا تقترب منه، خليه على راحته. ضعنا. نعم، على كل حال عندما تأخذ سورة البقرة والكلام للجميع، يعني أنا ما خصيت لكن لأنه الدرس كان للشيخ عبد الستار جزاه الله خير، لكن أنا أبين هو لا زال يتكلم من ظنه ولم يعش. هذا يعني نموذج من حفظة كتاب الله. هناك إن من يحفظ الناس كتاب الله، وهناك إن من الأزهر الذين يسألون عن أشياء. الحمد لله رب العالمين، وأنا لا شيء، أنتم كلكم خير مني، ومن قال عن نفسه يعلم فهو جاهل، فأنا لا أعلم شيء. واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى لن تكون إلا من خلال سورة البقرة، وإلا لماذا ضاع حفظ كتاب الله؟ يؤتى بهم يوم القيامة منهم. لما حفظ كتاب الله؟ قال فيك يا رب، قال بل لا يقال وقد قيل جروه إلى جهنم. لو كانت سورة البقرة بفضل الله لحفظته، مش حفظا ترديدا. ستحاجج صاحبها يوم القيامة، ستحاجج عن صاحبها يوم القيامة، لأنها ساقته إلى الخلق الحسن، إلى خير أمة أخرجت الناس، وبدأت تدفعك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حياكم الله، أعتذر على الإطالة، كلام يطول. وهذا وجدنا الكثير من سورة البقرة. من وجد شيء فليكتب، من وجد من استغفار شيء فليكتب. تعليقاتكم مهمة جدا، قصصكم مهمة جدا، دونوها شهادة لله. وأنا كل كلام قلته شهادة لله. وبارك الله فيكم. ونحن نعيب الفكر ولا نعيب الشخص.
نعيب الفهم ولا نعيب الشخص. نعم، أمة في ذيل الأمم صلح، يعرف وين الخلل، يعرف أنه المنهاج اللي ماشيين عليه غلط، فيه غلط. نحن لسنا تحت البلاء في كل هذا العري. طيب كيف أنا بدي أخرج من الدائرة؟ عندما أنا أتوب من هذه الذنوب سيغير الله أحوالي. نعم، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، ويحرم العلم ويحرم الفهم ويحرم الزواج ويحرم كل شيء، وسينغمس بالحرام لأنه ابتعد. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أمرا يأمر فلا يطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.